بعشق العصافير بتاعتي، طول عمري بربي عصافير. ربنا يخليهم لك يا ام خالد، ربنا يخليهم لك يا رب. يحبوا ايه بقى؟ يحبوا الفلفل الحامي. فلفل ايه يا ام خالد؟ فلفل ايه؟ يحبوا الفلفل الحامي. فلفل حامي؟ تدي العصافير فلفل حامي يا ام خالد؟ ما بيحبوش البصل الاخضر؟ ما بيحبوش، ما جربوش هم البصل الاخضر. حلو. بصوا ده قرن فلفل حامي اهو. حسبي يا ام خالد القرن، حسبي القرن. انت هتعمل عصفور كده، انت وانت بتدخلي قرن الفلفل الحامي يعمل عصفور، العصفور كان هيتعمي. بصوا بيتعاركوا عليه ازاي؟ بيتعاركوا ايه يا ام خالد؟ بيتعاركوا ايه؟ ثانية واحدة ثانية واحدة، الفلفل اتقطع. انت شفت العصفور اول ما شم القرن عمل ايه؟ دخ ورجع لورا. انت شايفه بيعملوا ايه؟ اهو بصوا بيكونوا مستنيين قرن الفلفل الحامي. قسما بالله ما حد فيهم قرب لقرن الفلفل، داخوا الريحه دوختهم يا ام خالد. بيكونوا مستنيين قرن الفلفل الحامي. ام خالد شايفه العصفور اللي قاعد هناك ده، اللي هو هناك اللي ورا التاني، شايفاه؟ عارفه ده يا ام خالد قاعد ساكت ليه؟ البواسير يا ام خالد نزلت عليه، البواسير نزلت عليه يا ام خالد. عارفه ده بالليل بيبقى قاعد بيعمل ايه؟ بيشتكي لمين؟ انت بتبقي نايمه ومرتاحه يا ام خالد ولا في بالك حاجه، ده قاعد طول الليل البواسير مجنناه، قاعد بالمنظر اللي انت شايفاه ده. شايفه وشه اصلا عامل ازاي؟ امبارح كنت جايبه بطيخ، حطيت لهم بطيخ. طبعا انا بجيب اكل عصافير، حاطه اكل عصافير، بس لازم بقى ننوع لهم في الاكل. ام خالد دي عصافير، ليه بتعاملين معامله الصنايعيه اللي جايين يمحروا لك شقه؟ في ايه يا ام خالد؟ في ايه؟ ساعات بحط بطيخ، ساعات بسلق بضايه واحطها لهم كده في طبق كده من تحت كده في البيت بتاعهم من هنا من تحت ياكلوه. هات لهم كشري يا ام خالد، هات لهم كشري. ساعات بحط تفاح، اقشر القشره بتاعته واحط تفاح برضو بياكلوه. شيل الميه دي بقى يا ام خالد وحط لهم شويه شاي كده ولا حاجه، شاي تقيل، سكر بره، سيب لهم السكر بره يا ام خالد، هم يحلوا بكيفهم، هم عارفين هم عايزين ايه. لازم انوع لهم في الاكل. ام خالد بقول لك ايه، ما تديهم فلوس وخليهم يعتمدوا على نفسهم وهم ينزلوا يجيبوا اللي بيحبوه. شايف ان هم كبار كفايه قوي ان احنا نتحكم فيهم، اديهم فلوس وخليهم هم ينزلوا يشتروا. بس لقيت بقى اكتر حاجه بيحبوها الفلفل. وخالد العصافير دي وش بتتكرع، انا واثق ان العصافير يعني دي عصافير ما تصحاش الصبح انت كده فاهم ايه على صوت الزقزقه بتاعت العصافير دي، تصحى على تكريعه كرعوا في البلكونه فانت تقوم تتمطع كده فتقول صباح الخير، صح؟ ولما يتعشى فلفل ويتعشى اللي انت بتقبض بيت مسلوق غديه كشري، خلاص يا ام خالد خلاص. بصوا بيتعاركوا مع بعض عشان ياكلوه. بصوا الجمال. انت كريمه والله وكلك ذوق، بس انا شايف ان الكرم ده مش مع العصافير دي يا ام خالد، يعني الكرم ده خليه مع حد يجي يزورك ولا حاجه، ما العصافير دي بتدعي عليك يا ام خالد، العصافير دي بتدعي عليكي. ساعات بحط بطيخ، ساعات بسلق بضايه. نوعي لهم برضه يا ام خالد، نوعي لهم، ما هو برضه حته البطيخ دي انت لما تدخلها لهم كده هتلاقي مزاجهم مش حلو، الجبنه قديمه جنب البطيخه يا ام خالد، طبق عدس بصلايه، العصافير دي ما برضه لازم نحس بيها، ليها كيف ليها مزاج، دلعيهم شويه يا ام خالد، اديهم رنجه. يلا. انت عارفه يا ام خالد ان ناشونال جيوغرافيك لو وصل لهم علم عن اللي انت بتعمليه ده انت هتتحاسبي يا ام خالد، هتتحاسبي يا ام خالد. يلا. ام خالد لو تلاحظ العصافير ساكته عشان مش لاقي حاجه تقولها، بيلعنوا الساعه يا ام خالد، بيلعنوا الساعه لجناح امهم طيرهم وجابهم المنطقه دي، بيلعنوا الساعه اللي نزلوا فيها القفص ده والمنطقه دي، يقول لك كان يوم منيل، كان يوم منيل. بصوا الجمال. حلو من القفص يا ام خالد وخليهم يعيشوا حياه طبيعيه، تحت الغدا هم يقعدوا بقى وينقوا على السفره، احنا هنقعد بقى احنا نقرفهم. طب يلا هم طب يلا هم هم حاولها يا ام خالد بعد الاكل اللي كلوه ده والقرف اللي عملناه فيهم ده، نقول لهم طب يلا هم، دول نقول لهم طب يلا يا اسطى، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله الاكل هيبرد، يلا يا رجاله بالله عليكم عشان نقوم نشوف المرمى اللي ورانا، نشوف الدنيا ومشاغلنا فيها ايه. يا ام خالد انا كنت عايز اسلم عليكي في الفيديو ده واقول لك باي، بس انا مش هقولها لك انت، انا هقول للعصافير دي استودعتكم الله يا حبايب قلبي، لا اله الا الله، باي 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 باي.